في الفيديو ده هقولك على شوية علامات تعرف بيهم الشخص اللي قدامك بتاع حوارات ولا لا، مزيف ولا لا، صاحبك ولا لا. الفيديو ده هيكون غريب شوية، هقولك على علامات بس بدون شرح. اول حاجة انه يكون لطيف زيادة عن اللزوم. الافراط في الحاجة عموما ده شيء يقلق في البنات وفي الرجالة. البني ادم الطيب عموما او اللطيف او زي ما انتوا بتقولوها مش موجود منهم كتير، او شبه مش موجودين اصلا، ومش بنقابلهم كل يوم. فانت لو عندك حد طيب زيادة عن اللزوم خلي بالك منه. مش بقولك ان هو بالضرورة هيبقى وحش، لا، خلي بالك منه، لان الطيبة الزيادة دي او اللطف الزيادة ده احيانا بيكون وش بس هو بيتلاعب بيه. تاني علامة انك تلاقي السلوك بتاعته مش مظبوطة. مع كل شخص بيتصرف بشكل، يعني ممكن مع البني ادم ده يبقى واخد راحته تمام، هنقول صاحب عمره. مع حد تاني هتلاقيه بيثق فيه. مع حد تالت تلاقيه محترم. مع حد رابع تلاقيه مثلا قليل الادب. مع حد خامس تلاقيه بيقول له يلا نروح نصلي. كل ده بيبقى وراه حاجة، بيعرف يتلاعب. يعني لازم تفهم ان الشخص اللي عنده الميزة دي في الغالب بيكون متلاعب. العلامة التالتة انه بتاع قيل وقال كتير، يفضل يقعد معاك يتكلم على ده وعلى ده وعلى ده، وخلي بالك ما يتكلمش عليهم بوحش، هو يرمي كلام من تحت لتحت. مثلا يعني يقول لك ايه، انا قعدت معاه وحذرته منها، انا مش عارف ايه اللي هو اللي عمله ده. خلي بالك هو ما بيتكلمش عليه وحش، هو بيتكلم بنية ان انا ايه نصحته، بس في الحقيقة هو بيعيب فيه. وطبعا زي ما اتكلم معاك هيتكلم عليك، ما تقلقش. يعني العلامة الرابعة ان هو ما عندوش تعاطف مع الاخرين. مش بتكلم ان هو يعطف عليهم وخلاص 24 ساعة، لا، لكن على الاقل يكون عنده ذرة انسانية. على الاقل لما حد يشوفه بيزعل من حاجة ما يعملهاش. مش هقولك ان هو يجي على نفسه، محدش يجي على نفسه، بس انا بتكلم في الحاجات الطبيعية، المشاعر اللي ربنا خلقنا بيها. ده لو ما عندوش المشاعر دي خلي بالك، عشان العلامة دي لوحدها خطر. انعدام الانعطاف دي مش حاجة حلوة. خامس علامة ان هو دايما في دور الضحية، دايما المشاكل راميها على غيره. يقعد معاك يشكي لك من حال البلد، مثلا يقول لك ده انا المدير مش عارف اعمل معايا ايه، ده انا ابويا مش عارف اعمل معايا ايه، ده انا البنت اللي معايا عملت ايه، ده انا مراتي مش خلي بالك عشان ده هيضرك اكتر ما هيفيدك. سادس علامة ان هو يكون بيكلمك وقت ما يكون عاوز فلوس بس. انا ممكن اقول لك مصلحة، بس هي في الغالب بتكون فلوس. انما يكلمك بشكل طبيعي، يقول لك يلا ننزل نقعد سوا، تنكشوا في بعض، يبعت لك ميمز، يرن يتصل من فترة للتانية، كل ده تلاقيه ما بيحصلش. هو بيكلمك عشان عاوز حاجة بس. السابع حاجة ان هو يوعد كتير، لكن تعالى وقت الجد تلاقيه ما بينفذش، او يوم ما بينفذ بتبقى حاجة قليلة. انما وقت الكلام تلاقي بقه قد كده، وقت التنفيذ ما تشوفوش اصلا. تامن حاجة ان هو دايما بيتفاخر، بيحاول يبهر الناس، بيحاول يبهرك. تلاقيه مثلا جايب ساعة ب100 جنيه، يقولك بص ده انا جايبها مش عارف بقد ايه. هو مش هدفه ان هو عايز يتفشخر وخلاص. خلي بالك من الشخص ده. تاسع علامة ودي الاخطر بالنسبة لي، ان هو بيغير من نجاحك بس ما بيقولها لكش بشكل صريح. يعمل ايه بقى المعلم؟ يرميها لك في الهزار، يقولك يا عم فكك، يا عم اللي قبلك خدوا ايه، يا عم يتريق عليك. لازم تفهم ان الغيرة من النجاح ملهاش شكل واحد ولا اتنين ولا تلاتة، ليها اشكال كتير. ممكن يحاول يوقعك، يتكلم عليك، يحاول يقنعك ان الحاجة دي غلط، يهاجمك بشكل مباشر، يعني في مليون حاجة. العلامة العاشرة ودي مضحكة بالنسبة لي، بس معرفش ازاي في ناس بتتفنن فيها، ان هو بيلعب على الجنبين. حرفيا يقعد معاك يحكي لك مشكلة عادي جدا تصدقه، يروح لحد تاني يحكي له حاجة تانية بنفس الموقف، بس يحكيها له مثلا ايه بطريقة تانية، تلاقيه بيحكيها بسيناريوهات مختلفة، في حاجات بتتضاف، حاجات بتتشال. طبعا كل ده عشان تقتنع بكلامه. معرفش في ناس ليه بتعمل كده، بس في ناس بتعمل كده وخلاص. العلامة ال11 ان هو تلاقيه بياخد افكارك، افكار غيره، وطبعا ما ينسبش الفضل لحد، ما يقولش انا اتعلمت من ده، او ما يقولش مثلا ان انا اتعلمت من البني ادم ده حاجة معينة او اي حاجة. عموما بينكر فضل غيره، او بمعنى اصح الكلمة تقيلة على قلبه، مش عايز يقول ان انا اتعلمت من ده حاجة، لا، وبياخد افكارك كمان. فخلي بالك من النوع ده. العلامة ال12 ان هو دايما بيعمل دراما، ما تفهمش كده ماله، دايما يجيب لك صرع، يخليك تتضايق، يوترك في اي حاجة. عموما اي موضوع يوترك يقوله لك.
اي حاجة انت خايف منها يخوفك منها اكتر. العلامة ال13 ودي اخطرهم، ان هو ما بيحترمش حدودك، دايما يقل منك قدام الناس، يتكلم عليك من ورا ظهرك، يتكلم على الناس معاك. اخطر نوع انت ممكن تقابله هو البني ادم ده، وخلي بالك عشان ده بيكون متلاعب درجة اولى. العلامة ال14 ان هو بيجيب سيرتك كورق الضغط، بمعنى اصح يقعد مع الناس يجيب سيرتك، ويقعد مع ناس تانية يجيب سيرة ناس تانية. هو من الاخر بيكسبهم كمكانة. على فكرة ممكن يتكلم عليك حلو قدام الناس، بس خلي بالك هو بيبقى عارف ان الكلام هيوصل لك، فانت تحبه. ده بيتكلم عليا حلو، فلما يطلب مني حاجة مش هتأخر عليه، وهو هنا وصل للي هو عايزه. العلامة ال15 انك انت ما بترتاحش في القعدة معاه. لو قعدت معاه بعد ما تقوم تحس ان الطاقة كده رجعت لك، في حاجة غلط هو بيعملها، ما تفهمش، بيشتكي لك. حتى لو بيتكلم معاك عادي انت احساسك مش مرتاح له. وعموما مش هيكون احساسك انت بس، كل الناس هتبقى كده، بس كل الناس بتقول انه عادي، يمكن احساس، بس في الحقيقة لا، ما بيكونش كده. لما شعورك يقولك ان في حاجة غلط حاول تتأكد بطريقة تانية، حاول تشوف في ايه. شعورك ده ما بيجيش من فراغ. ممكن ابقى اعمل لكم جزء تاني او اشرح لكم العلامات دي بتفاصيل ومواقف معينة، لان كل العلامات دي انا نفسي مجربها وباخد بالي منها كويس قوي، فخلي بالك منها عشان ما ترجعش تندم بعدين.